يا حلو سبح يا حلو طل، يا حلو سبح نهارنا فل. هنعمل مع بعض النهاردة شوية جلاش تحفة. تقولي بقى كليزوني، تقولي جلاش، تقولي أي حاجة تقوليها. تعالي بس نبدأ ونسمي ونصلي على الرسول ونقول على وصفتنا. جلاش وبصل وفلفل ولحمة مفرومة وكمان حباية طماطم. باخد البصل بقطعه زي ما انتوا شايفين كده، بضيف له بقى البهارات بتاعته وملح وفلفل وبشرة جوز الطيب بس. ايوه بس. بعد كده بضربهم مع بعض، وبعد كده بجيب طاسة سخنة على النار، بنزل باللحمة المفرومة بتاعتي. اول لما لونها بيتغير معايا كده بنزل بالبصل اللي احنا مبهرينه مع بعض، وببدأ امكس كده البصل مع اللحمة مع التوابل اللي احنا حطيناها، وتبدأ الريحة تطلع ويبدأ البصل يدوب في قلب اللحمة وما يظهرش معايا خالص. هنا بقى بضيف حاجة بسيطة كده من القرفة والجنزبيل. وهنا خلاص البصل اتمكس مع اللحمة والبهارات، بضيف بقى الفلفل والطماطم ضربتهم في الكبة وعليهم مكعب من المرقة. وده كان شكله النهائي تحفة جدا، مفيهوش اي سوائل، وفي نفس الوقت جوسي وحلو خالص وبدون اي مواد دهنية. خلاص بسيبه يبرد خالص، وبجيب الصاج بتاعي وببدأ اجيب لفة الجلاش وبفردها زي ما انتوا شايفين كده، وبقسمها نصين من بالعرض. خلاص زي ما انتوا شايفين. باخد بقى ادي الجلاش كله مسواد بعضه، بس دي كانت ورقة، اول ورقة بتبقى متهدرة. بشيل بقى نصه كده وبحطه في الكيس عشان يفضل طري معايا وما ينشفش. وهنا المادة الدهنية انا استخدمت زيت دوار الشمس عشان خاطر بخف شوية من الدهون اللي احنا بنعملها في الاكل. خلاص. ببدأ ان انا ادهن كده الجلاش، وبجيب الطرف هنا من والطرف اللي هنا. خلي بالكم دول ورقتين فوق بعض، اتنين بس، يعني بمعنى الاصح هي ورقة جلاش ومقسومة نصين. خلاص. بعمل بقى بخلص الكمية، وبعد لما بخلص ببدأ ان انا ادهنها كده بالمادة الدهنية اللي عندي. واستخدمي اي نوع مادة دهنية سواء زبدة، سمنة، زيت، اي حاجة. ده كان شكل الصينية بتاعتي. طبعا الفرن عندي سخن، بدخلها الفرن على الصاج اللي تحت لحد لما تاخد اللون الذهبي معايا وتتشمع. ببدأ اضيف لها المرقة اللي عندي. مرقة يا بوحة؟ ايوه، انا بضيف هنا مرقة. لو انت حابة تضيفي حليب ماشي، حابة تضيفي مرقة ماشي، بس احنا هنا بنختار الحلول اللي بتريح. في ناس ما عندها بتبقى عندها حساسية من منتجات الألبان، فاحنا بنختار لها البديل. بدخلها الفرن تاني تتشرب من تحت، وبعد كده بخرجها على الرف الوسط لحد لما تبقى معايا باللون الجميل اللي انت شايفاه ده. ودي كانت وصفتنا، ودي كانت حلقتنا. اتمنى يا رب تكون عجبتكم، وما تنسونيش باللايك والشير. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في فيديو تاني جديد، ومع السلامة.